في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن إضافة مهمة اتضافت لريفت 27.1 في الجزء الخاص بالتسليح. الإضافة عبارة عن أقدر إن أنا أسلح أي حاجة من ال 3D بمنتهى السهولة والسرعة. ده كان موجود قبل كده لو فتحت النسخة اللي قبل 27.1 سواء 27 أو آخر إصدار ل 26 وحبيت إن أنا أسلح أي حاجة، مثلا مسكت العمود ده وعايز إن أنا أسلحه، هيفتح لي القائمة بتاعت الفري فور، ابتدي أحدد السيرفيس اللي أنا عايزها وابتدي أشتغل عليها. وطبعا إحنا عارفين إن الموضوع ده كان بياخد وقت مننا، فكنت بضطر آخد سكاشن وأسلح أو أسلح في البلانات. لو أنا محتاج إن أنا أسلح في ال 3D ده اللي اتضاف ريفت 27.1، لو مسكت عمود واخترت إن أنا أقول له ريبار هلاقي إن هو فتح لي القائمة اللي كانت ما تتفتحش غير وأنا في سيكشن أو في فيو معين مش في ال 3D. هنا هو فتح لي البليسمنت اللي كانت بتفتح في الفيوهات أو في السكاشن. ابتدي إن أختار الشيب اللي أنا عايزه كأني في فيو عادي جدا، واظبط من هنا الفيو، هلاقي ان الاسياخ اتحطت ما عنديش مشكله فيها. تقدر بقى تتحكم في اللي انت محتاجه، ولكن هي مشكله كانت موجوده في الريفت او كانت حاجه بتصعب الموضوع وكان ممكن انت تحتاجها في اشكال معقده شويه، فهو بقى اوبشن موجود وهيسرع الدنيا. في اضافه كمان اتضافت ريفت 27 مش محتاج فيها الابديت بتاع 27.1، ولكن هي اضافه مهمه جدا. اي حد يشتغل تسليح على الاي اس دي هو عارف فكره الوول سيجمنت، ان انا لو عندي مثلا كانه محتاج اوزع عليها الاسياخ الفيرتيكال بتاعه العمود. لو انا راسم الكانه ومحتاج ان انا اوزع عليها من هنا، لو انا اخترت الكانه بيبقى فاتح لي من هنا اللي اوت رول، اقدر من هنا اختار الرول اللي انا محتاجه. انا عملت مثلا السايد ده اقول له بس يس وهختار السايد اللي بعده. طيب ممكن اوفر برده الخطوه دي لو انا مش محتاج ان انا اختار كل سايد لوحده من نفس الاوبشن، ولكن مش هختار بار سيجمنت، اختار الكان على طول. لو انا قلت له مثلا دول 9 او 8 تمام، هلاقي ان هو وزع لي ال8 بانتظام، انا اقدر اتحكم فيهم ما عنديش اي مشكله، كلهم اونلاين مع الكانه. فدي اضافه كويسه جدا. ميزه الاضافه دي ان هو بيقرا كل البارامترز بتاعه العمود. نفس الفكره برده في الكاميرات، ممكن من التطبيقات اللي نقدر نستغل بيها ريفت 27.1 هي فكره الكاميرا الكيرفد، وكان تسليحها عن طريق الفري فور وده كان بياخد وقت، ولكن في ريفت 27.1 ونقدر ان احنا نسلحها بمنتهى السهوله. من هنا كده هختار الكاميرا وهختار من هنا الباص، وبعدين احدد المسار، من هنا اظبط الرول، الاقي ان الكانات رسمت. عايز ارسم بقى الحديد الرئيسي من الاوبشن ده، ابتدي ان انا اختار بار سيجمنت بالشكل ده، الاسياخ اترسمت ما عنديش اي مشكله فيها. نفس الكلام برده للعلو، لو انا محتاج السايد بارز نفس الفكره، واقدر ان انا اتحكم في الاقطار وفي السبيسنج وفي كل حاجه. وبعدين هقول له فينيش، هلاقي ان كل حاجه عندي بقت مظبوطه. فدول اضافتين موجودين، واحده فيهم موجوده في ريفت 27.1 والثانيه موجوده في ريفت 27. لو هتسلح على ريفت 27 ممكن تعمل الابديت